أواخر النهار على الجهة الشرقية رياح معتدلة لن تتعدى 40 كيلومتر في الساعة. البقية تقول إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة ابتداء من يوم الأربعاء اضطراب جوي سيلتحق على المناطق الشمالية أقول وخاصة على الجهة الشرقية والوسطى، احتمال لسقوط أمطار على السواحل وحتى على المرتفعات. الاضطراب الجوي سيشمل المناطق الغربية خلال يوم الخميس إن شاء الله، سيزداد نشاطا على الجهة الشرقية، ثلوج كذلك بالموعد على القمم الجبلية التي يزيد علوها 1200 متر، وهذا إلى غاية يوم الجمعة بحول الله. الأمطار ستزداد غزارة خلال يوم الجمعة على المناطق الساحلية الوسطى، الثلوج بالموعد على القمم الجبلية الوسطى والغربية التي يزيد علوها 1200 متر. أما على المناطق الجنوبية أجواء مستقرة، عدا سحب عابرة يوم الجمعة على شمال الصحراء. أما عن درجات الحرارة في تراجع على المناطق الشمالية، لكن تبقى في استقرار على المناطق الجنوبية. وقت شروق الشمس على مستوى العاصمة لصبيحة الغد إن شاء الله سيكون في تمام 8:01. لأكثر تفاصيل عناوين مصلحة الأرصاد الجوية الجزائرية في الخدمة. أمسية طيبة، في أمان الله.